تقول لهم ايه؟ تقول له ايه الشهيد ده هو ووصل الشهيد؟ مش الشهيد ده بس، يعني كل الناس اللي ماتت. انا عايز اقول الناس دي ماتت، يعني ربنا صبر طبعا، يصبر اهله يعني، الله يكون في عونهم. بس انا عايز اقول بس ان مش هو بس، الناس كلها اللي ماتت دي ماتت بس لمجرد انهم عايزين يشوفوا حريه بجد، يشوفوا البلد دي تكون احسن بلد في الدنيا. هو ده كل هدفهم. بس الناس دي والله ولا بلطجيه ولا اي حاجه خالص. الناس دي عايزين البلد دي احسن، وبيحاولوا كانوا بيحاولوا يعبروا عن رايهم بطريقه سلميه. بس مش عارف بقى يعني كل اللي بيجي يغلط، يعني كل اللي بيجي يمسك الحكم في مصر بيغلط نفس الغلطه. من يوم 25 يناير لغايه دلوقتي الناس دي بتقف تتكلم وسلميه سلميه يهاجموهم. الرئيس مشي وجي ناس تانية برضو الناس يقفوا ويقولوا سلميه وبتاع برضو يهاجموهم. من يوم الجمعه الناس ما كانتش في ناس كتير، العدد كتر. لو حد يفتكر لما الناس ابتدت تتضرب وتتقتل، يعني الناس بتغلب، هم بيغلطوا نفس الغلطه، يعني الدماغ واحده. يعني ده يبين لك الفكر هو والبلد. يعني انا شايف النظام لسه ما سقطش، يعني اللي بيحصل زمان هو اللي بيحصل دلوقتي. فين التغيير بقى؟ يعني انت شايف نظام الرئيس السابق؟ انا واحد بس شايفه لسه ما سقطش. احنا بس قمه الهرم اللي وقعناها اللي هو كان الرئيس مخلوع محمد حسني مبارك، لكن كل اللي تحتيه موجودين، يبقى احنا ما عملناش اي حاجه. كل اللي تحتيه موجودين، اللي فوق بس راس الهرم هي اللي وقعت، لكن بقيه الهرم موجود لسه. بس الرئيس السابق دلوقتي بيتحاكم. انا مش شايفها محاكمه دي بصراحه. المحاكمه حصلت جلسه جلستين ثلاثه بعدين ما حدش سمع اي حاجه. ايه المحاكمه في وجهه نظرك انت؟ ايه المحاكمه؟ طب ليه المحاكمه تقعد كل ده؟ في ادله واضحه وجاهزه، يعني ليه ما نسيب القانون ياخد مجراه هياخد مجراه لغايه سنه كام؟ وتفر ايا كان. بس ده قانون، ده قانون، ده قانون ده قانون ماشي وكل حاجه وعلى عيني وعلى راسي. بس انا لازم احس ان في قرارات حاسمه بتحصل. انا من ساعه ما الرئيس اتنحى او مش اتنحى اتخلع، انا مش شايف ان في حاجه، يعني مش حاسس بفرق. يعني اديني انت فرق واحد حصل، يعني قول لي مثلا كان في ناس مش لاقيه تاكل وبقت لاقيه تاكل. طب ما في ناس برضو مش لاقيه تاكل اكتر دلوقتي، يعني بتقول طب ما احنا كنا طب يا ريت بقى نظام محمد حسني مبارك يرجع زي تاني. وكنا يا دوبك بنلاقي العشاء. لا وكنا بنلاقي الكلام ده. دلوقتي بقى الناس مش لاقيه تاكل خالص. بص الناس مش لاقيه تاكل زمان ومش لاقيه تاكل دلوقتي. يعني احنا مش عايزين نرجع لقصه مثلا طب يا ريت النظام القديم يرجع تاني. مش عايزين نرجع للقصه دي. الاسبوع ده فعلا الناس في الاسبوع ده هم فعلا خلاص كانوا هيموتوا من الجوع، ولا من قبل كده من زمان؟ لا ممكن يعني في ناس كانت ما تقوليش عشان الناس واقفه في ميدان يعني الناس واقفه في ميدان التحرير، ما البلد كلها عايشه. الميدان ده مش هو اللي موقف البلد يعني. طب وليه مثلا الناس، انا بروح شغلي وانت بتروح شغلك، وفي ناس في التحرير لسه. فالميدان ده ملوش دعوه يعني في ناس في التحرير، انا اجي اقول بعد كده عشان ناس التحرير دي انا مش هروح شغلي؟ طب ما دلوقتي نزل اعتصام ضد، بينزل وهينزل تاني ماشي في العباسيه براحتهم، تمام، حريه ليهم. وبيبقوا كتير وبيعطلوا مصالح الاخر برضه. يعني في اعتصام هنا واعتصام هنا وهنا، وفي ناس ما بتتكلمش خالص وقاعدين لا حول ولا قوه يعني ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل لفضل الاعتصامات دي والكلام ده؟ بص مش حكايه ايه الحل، بس انا هقول لك على حاجه. الناس اللي في التحرير دي لازم حد يقعد يتكلم معاهم. ما ينفعش كل ما الناس دي تنزل يتضربوا ويتهانوا، ويعني مش عايز اقول لك بيحصل فيهم ايه. تمام. ما طول ما هم بيعملوا كده، طب ما انا هنزل تاني، هتضرب هنزل، الناس هتموت هنزل تاني. بالعكس، واحد هيموت اخوه هينزل، هيموت قرايبه هينزلوا كلهم. ده مش حل خالص يعني. احنا بس في مطالب، وطبعا مش انا اللي هقول لك عليها، انا بس مجرد بقول رايي. في مطالب الناس دي عايزاها، يعني بصوا فيها على الاقل بس. اخيرا وبعدين يعني كل اللي ماسكين ليه ما فيش شباب مثلا بيكون، يعني مثلا في شباب، ليه ما يكونش في شباب يعني ليهم كلمه مسموعه؟ ليه كل الناس اللي بيجوا يمسكوا سواء حاجه كبيره في البلد، ليه كلهم ناس بيبقوا ناس كبار في السن؟ ليه؟ طب الشباب دول هيروحوا فين؟ بس لازم الشباب دول يكون لهم كلمه ورأي، لان بعد كده البلد هتبقى بتاعت الشباب. الناس اللي موجوده دي بعد عمر طويل يعني خلاص ما حدش هيعيش طول العمر، فالشباب دول لازم هم ليهم الحق في تقرير مصيرهم، يعني ده اللي انا شايفه. اخيرا المرغني، كلمه توجهها لجمهور الزمالك تقول لهم ايه؟ كلمه نوجهها لجمهور الزمالك؟ بص، جمهور نادي الزمالك ده يمكن
انا بحب نادي الزمالك جدا، ومش بقول كده والله عشان حاجه، بس انا انا ابن نادي الزمالك فعلا. معروفه. وبحب نادي الزمالك جدا، ونفسي ان شاء الله، يمكن احنا بقالنا فتره كبيره ما خذلينهم يعني، وما اقرب حاجه كان بطوله الكاس، بس انا عايز اقول ان هم صبروا كتير جدا واستحملونا كتير جدا جدا جدا، واحنا انا عن نفسي واحد من الناس بقول مثلا مش هيجوا لنا تاني، بالعكس ده اليوم بيزيدوا. هقول لهم الله يكون في عونكم، واحنا نفسنا والله العظيم من كل قلبنا يعني، كل اللعيبه نفسها تفرحكم يعني، بجد مش عارف اقول لهم ايه يعني. مهما قلت مش هيكفي، مش هديهم حقهم يعني. كلمه توجهها لشهداء الاحداث السياسيه الاخيره. اصل مش ليهم هم طبعا الله يكون في عون اهلهم، وعايز اقول لهم ان انتوا ولا يعني الناس بتقول عليكم بلطجيه، لو انتوا بلطجيه انا شرفني اكون بلطجي زيكم بس. شكرا جزيلا.